كاسور غلام عبدو كاسور غلام عبدو كاسم بلا باغم أو لوريكا جمن بريخو ميفانا خونا من أو الشيء يعني يقول من شيء حسب إنه أصدقاء زعموا إنه من حج هنا بالكنيان سكران هذا وكل خونا كتير رامن لجون جدا شوري تخليك كل حشتي نهار استك وبجودي بس مالول دبن قول صالات دوي وقت ما البروج دا قلت يسرح بكي عمر معي أزوجتبون واستخمين بكم هندي نكش قامش الوجهات الكلمة يعني هنرج بومن أو هستا جيانو مرنا يعني أو هنرا يعني يا بو مجدل إركبي يا بو أو شواط أو هستا كتب مرود بي جوي درادبه هلبت او حسياني او رحياني كبد لي مروجي ده ومفير ذكر جاء از ندسترا اجبروي كيجي اوجي خوش دان ده انا بوطان بركه السحليه بايزوكا كان العين درادي حسني جزراوي محمد عارف وانا بس بآواز وسراني محمد شو پیدا دبن يا محمد شو ابر سفداد از هیچ نکار موقع سرانه دیدم از بدنگی خو از قناعشم بلهرين برنامج آوازن آوازان ينهجا و خوشفي بآواز و بيفين لهف هاتيرا إبارة و باش بله في إبارة بميواني خويكانا و بالكشرة أمي حول بدن بستران و برسن نرخدار و موزيكيرا دلقشيه بورا باروا بكن. مشاهدين الأعزاء، مساء الخير. مرة أخرى نفتح لكم نافذة بيف تي في نقدم عبرها ألحان برنامج صدى الألحان أو بدنجا آوازان بالكردي. ضيفنا العزيز لهذه الحلقة موسيقي مبدع ومثير للإعجاب من خلال ألحان وموسيقى والحوار لنشارك الفرحة والسعادة معكم. وكو تيزانين هر هنرمندك دي دريا هنرده جميع أخوة لپراوك جدا رادوستينه ولغوري بيجنو هستين خواه دكبه مطالعان و بگوهز و تالنت خواه نوبينكي ج مروفايره دافرينه لوما بيوا موزيكي هنري آوازانه تداري خستنو تكلين دناف برا آوازان و ريتيم و بيوانان ده تيليغرين و بيناسين. كما هو معلوم يقف كل فنان على قار مختلف في بحر الفن، وبعد رحلته البعيدة يرسي قاربه على شاطئ هادئ وبعيد وينظر بعمق وتأمل بأحاسيسه ومشاعره لأسرار البحر حسب مشاعره وعواطفه يتفاعل بخياله مع ذلك. بموهبته يبدع الجديد للإنسانية. إذن من هنا الموسيقى فن الألحان تواصل جميل بين الأنغام والأوزان والإيقاع بشكل متناسق ومنظم. ميفانما يك جوان قلنجين جرفن جواتا كرد كتينة
جسدên sala baba û bapîr koçberî Şamê bûne hunermendê hêja bilind mella ala reşî ye. Ya herî balkêş ew e ew di mercên tengav de şîretê bavê xwe kurdayetî û netewa Kurd ji bîra nekiriye. Ez hêvî me ew bibe nimuneyek û mînayek ji Kurdên meyek û îro li Ewropa zarokê xwe û berê xwe ji civata xwe û şkevnariya xwe neguhorûn zimanê xwe yê şîrî biparêzin. Bihêvî me em demek xweş bi hunermendê xwe re derbas bikin. ضيفنا أحد أولئك الذين هاجر أجداده وآباؤه ووضعوا الرحال في دمشق منذ قرون. هو فناننا القدير بلند ملا آل رشي. وأهم من ذلك إنه لم ينسى وصية والده بخصوص قوميته الكردية برغم الظروف الصعبة نشأ وتربى فيها. وليكن تجربته عبرة لنا ولجاليتنا في أوروبا لكي لا ننسى لغتنا وتراثنا وقضيتنا. آمل قضاء وقت ممتع معه هذا المساء. أهلا وسهلا بخير هاتي بلند. مرحبا جوارا شباش هون شوان تاف كرمانجي أخو نقل لك نظام باش دبيجن أو دا بشويس النظام بيجا عربي وكردي بيخانوفها كرمك أبا كرمان يا كرمانجي هون يعني أزف عندك والحمد لله بالي طرباش يا بالي سر شباهتي بلند أم قال لك كيف خوش بن الجميع أستاذ نزار يسعد مسا الجميع. أهلا وسهلا. أنا بالي متشكرك على الدعوة. أهلا وسهلا نورت البرنامج أكيد. بدنا نقدمك ملخص عن حياتك بس باللغة الكردية. بدي أحاول أزهنك بعربيجي بأخذهم. دي الصالة بلند ملا على رشي دي الصالة 1986 للشامي جدايك بيا وهرسي قناخن خندنا أخوة بداوي كرنا. ودي الصالة حفتو نهان تذلي كوما كوابية 1970 نهان تذلي كوما كوابية حتى صالة 1985 6 صالة. وباشي سوز جيرا هاتنا داين جو بارتيين كردا داكو هري بلغاريا بخوينة دشب بلغاريا لمخابن سوز بداوي ناين وبغمجيني فدقرة مالي وبريا خويا تايبت لسر خرجيا خو حسابي خو خوندنا موسيقى رخمة مستاين تايبت نوتة تخوينة وفيري نوتة دبر أو أندامي ستانديكايا هنرمندين سوريا أنغو عضو نقابة فنانين سوريا. داوية صالة 1990 حتى 1960 كتيا جروبا هوتيلا قيروان يا موزيكي تيدا موزيك جنبي. ودي صالة 1994 حتى 2011 جروبا موزيكي لأوتيلا ميرديان بريفا دبر. بيغمان بيدي هجايك واسفاسي هردو ما مستاين مي هجا نفيسكار وهالبزوان لسر كنترولي ما مسا عبد الخانة تلداري وخانما هجا فدو حسين بكن. بلند ما جيانتا حياتاتا بكورتاسيغو ولد في دمشق سنة 67 وبمرحلة ابتدائية والإعدادية والثانوية نجحت فيها. وسنة 79 صرت عضو في فرقة كاوا الكردية حتى سنة 85 وبعدين وعدوك على أساس تجي على بلغاريا تدرس. مع الأسف خالفوا وعدهم رجعت بحزن وبعدين تابعت تعلمت نوطة على أيدي الأساتذة مختصين على حسابك. وسنة 90 حتى 93 وأنت طبعا ما ننسى عضو في نقابة فنانين السوريين. ومن سنة 90 حتى 93 انضميت لفرقة هوتيل قيروان. ومن سنة 94 إلى 2011 صرت قدت قيادة الفرقة. كنت قائد فرقة أوتيل ميريديان على ما أظن. تفضل إذا في عندك شيء أنا نقصت شيء
لا مفهوم. انا تمام تسلم لي، انا مفهوم بالكردي يعني. باش ما تعذب بالعربي. بلي قال لك بلي تفضل فرموا. بداياتي طبعا كان عمري 9 سنوات انا بطفولتي، يعني هي اللي بوعاها انا بداياتي الفنيه. نعم. كنت اسف على الميلوديكا، نعم. آلة النفخ، بعدين على الاكورديون. هلا اول ما بدات بالمشوار الفني بدات مع فرقه كهوة. نعم. للفلكلور الكردي عندنا بحي الأكراد. ففرقة كاوا كان بدايتي الفنية، وكان بالفرقة يعني كلهم أصحابنا وأصدقائنا وأهالي، يعني رفقاتنا كلهم أهل الحي. بذكر منهم يعني رياض إيزولي، شيفرون إيزولي، خاتون، ميقري، شيرين بارابي، سردست بارابي، وكثير من الناس حتى ميديا جغرافيين كانت، زكريا ملي، مدرب الدكة محمد عبدي دكتور. كنا يعني جروب واحد، قلب واحد. نعم. فبداياتي كانت هي مع فرقة كاوا حتى عام 1985 تقريبا. 85 نعم. 84 85 مع نعم. طبعا شاركنا، عملنا حفلات كثير وفعاليات كثير، واعياد نوروز كان يجوا كثير مطربين. نعم. وفنانين. نعم. كذا. راح نجي على هالمواضيع ابو سمال من خلال حديثنا واسئلتنا. امي ورن سيرفان برسان وتبرسفا هنك برسي مجدا هيفيما ما مستا يسر كنترولي استرانا كليبا يكمين يا لسر رزدار قاسم لو بيراني ناوي حفتيابوري بي تخوازم هي آماده بكن بلند دسبيكاتيا وقت نها قوتي دسبيكاتيا هنري تمنيتا تشخص بي ويشاغي عمريتا تشخص بوقت تدس هنري كري وتو تموزيك جاني دوي كوميدا كري عمريتا تشخص بو. تمام. دخلت على فرقة كاوا تقريبا. نعم. كنت بالاول مرحله الاعداديه ب 79 80، يعني كنت بالاولى اعدادي. نعم. يعني اخر 79 على يعني كان عمري 13 14 سنه، انا اصغر واحد بالفرقه يعني. احييك. كان اكبر مني يعني 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين، فيتفاجئوا الشباب انه شلون القط اللحن الكردي مباشره. ايوه. عرفت؟ ودبروا لي اكورديون وبلشت يعني بهالقصه. طبعا نعم. موهبه يعني، كان الوضع لسه ما في صقل بشكل علمي. بلى. بس في هذا الموضوع. على كل حال اشكرك جزيل الشكر. بدي اقرا بعض الاسامي اللي حضروا او قال لك بخير هاتي بافي ادريس، قال لك سباس ادريس عمر ماموستا، خانمه هيجا بونيا جگرخوين، هنرمند مي هيجان وهاد، وماموستا رضوان خرسي هم هنرمند، وفدوا حسين سرچاوا وبابي محمود كومنتارك نيفيسيا مخابن قلكي درجه ازي حول بدم كو بخوينم. قال لك سباس بو هاجر كليبا ما اماده با يا ماموستا موزيكا ماموستا بلند شيكري جمره داين سر
بله دستی تساق به سلوی موزیکات آفراندی تشکری گلک سپاس گلک خوش براستی و ریبر هجا جهه بهشت و جهوی قاسم لو جی بگمان ریبرک کردا سروک کجا و خودی کار و خبات بی بله جهوی بهشت با بلند گلک سپاس جبوی او کومنتارک باب محمود نویس بی بکردی گلک کیفا خواهانیه انو کردن کو الكردايتيا خول هنرا خول شاندا خول فلكلوري خوا غير دايبه جهه رزي وجهه رومتها رحب بيك ورحب كانسان كردي ولدان بدمشق الى اخره الشامي بوي وزما ونافي ويجي بلنده نافي ويجي كردي راسي بلي بلند الفر برسك دي ساعه هنك برسف دا دما كود كوما كاوا الشامي شا امورات موسيقي وبكاردانين كي هنرمند جيبوا رابين آلات الموسيقية و بلي فرمو تفهم كلامك باختصار الآلات الموسيقية اللي كانت بالفرقة كان عنا طنبور بلي وجنبوش وطبلة يعني دربكي نعم وأنا كنت على الأكورديون هدول الآلات كنا والفنانين بنجي عليهم هلا اذا كان بتحضروا ولا فيما بعد يعني اللي كانوا معي بهذيك الوقت كان معي كان يوار الله يرحمه الله يرحمه جهيب عشت بله تماما وشورى شفار رياض عمر كان كمان وجه له تحيه لاصدقائنا وكان جروب كثير حلو حتى ريفر إيفانج وكذا يعني يجوا الشباب والاصدقاء من حلب من قامشلي يشاركونا يعني كتار فكنا هذا الجروب تبعنا نحن تبع الموسيقى نعم هربجي والله بوي وقتي صالين هشتي وياك ددوا اجي شامي بم حتى هشتي والسياوان هولدان قال لك مراحات كرنجو اجي تهدي كوما ازادي جيبم وكوما كاو ولا خابن كوما كيمات كوما على بني راس قال لك سباس بلند دو ويشاغي قالوا خواندنا موزيكي خواندنا نوتا موزيكي تكريا عنا تخازمتو هناك سرفي جمرة باخذي أري دراستك للنوتة بلي كلامك تمام هلا بنهاية ال 84 بتذكر 25 12 سافرت على بلغاريا نعم على صوفيا على اساس ادرس كونسيرفاتوار موسيقى هيك الوعد يعني فطلعت لهنيك كان الامور مخربطه وما زبط الفيلم تبع الدراسه فالشباب كانوا عاملين حفله يعني كسبوا هالشغله انه كانوا عاملين حفله للجاليه الكرديه فانا عزفت له الرد هنيك ودبكوا نص شباب فرقه كاوا والاصدقاء هاي بصوفيا صارت ضليت تقريبا فتره وما زبطت رجعت بعدين على سوريا وبعدين بقى درست بريفات يعني على يعني مجهود شخصي دراسة الموسيقى والنوتة الموسيقية والمقامات وهيك شغلات كان جهد شخصي وجبار تعبت فيه يعني بس درست مع أساتذة كانوا كثير منهم الأستاذ إبراهيم الله يرحمه توفى في ألمانيا الأستاذ إبراهيم يعني تربطنا في صداقة وصحبة مع العائلة وحتى أخوه هلأ موزع موسيقي رائع ماهر إبراهيم من الموسيقيين الحلوين يعني هن كرد الشام عفوا لا تأخذني على المقاطعة كرد الشام لكن إبراهيم كرد الشام من بيت كيكي طبعا هذول من عشيرة كيكي على ما أظن يعني ما بعرف إذا طبعا كرد الشام إبراهيم فهلا أخوه ماهر يعني مستلم القيادة بموضوع الموسيقى وهو كمان موسيقي من قبل فبتربط لنا صحبة ومنهم الأستاذ بليغ سويد كان أستاذي بالمرحلة الإعدادية وأخذت عنده دروس شوية نوتة هيك بريفات كمان منهم عدنان أبو الشامات مقامات وأوزان رشيد الصوفي كمان من الأصدقاء كمان استفدت منه بالمقامات الكردية وبعلم النغم الكردي والتركي والقصص هي يعني مجموعة أساسية أخذت اللي بدي إياه بشكل علمي يعني بيجومان أمجي سرفرازم بوه
تجي وجهوي بهشت ابراهيم ورشيد صوفي ما مساك هجا از قال لك ريزارين هجا غورستان عبد الله كان يارش ديسما مسردوان خرزي ومصطفى الجون برين هاغو تيارز دارو بلند حضر حالك تجمرة مقطعك موسيقي بيجي بشتيس خندنا افان تمام بله ريزدار عبد الرحيم حسن سرچاوات مصطفى الجون بريز وقم برين هاغو تي حميد سيدا وريزدارن بيغمان او غولستان عبد الله مقود وخانم هيجا بونيا جگرخوين وبابي محمود بلند بابي محمود برسكي دكا كما شفان بيجا ماموستا بلند ميفان يعني ميفان ما هيزا خوا قوتها خوا جكيد دقرا قوتك من وين تاخذ قوتك انت؟ ايش قوتها خويا هنري قالوا من على ما اظن من تراث الكردي ولا تشكيد به يعني جيج طبعا كرديات طبعا يا اخوان تفضل طبعا طبعا احنا هذا الموضوع كثير مهم. هلا انا من الناس اللي بسمع الفنانين القدامى بالنسبه للكردي روح الموسيقى الكرديه اللي بده يسمع كردي ويحس باللمسه الكرديه والحنان والاحساس الكردي يسمع محمد عارف الجزراوي، يسمع حسن الجزراوي، عايشه هشام، مريم خانم. هدول الغذاء بالنسبه لي الكردي. هلا العربي كمان في شيء ثاني كمان من الكبار مثل عبد الوهاب تعرف شلون، وبليغ حمدي، رياض السنباطي. هدول المستويين، هدول مدرستي يعني انا بالنسبه لي للكردي تحديدا. ونسيت المطرب المفضل بلنتا هنرمندي مية سركة عبد الحليم حافظ، نسيت تشبيرها كير. لا طبعا انا عبد الحليم حافظ تمام. بمزح از تخازم بشكل جاريا بكم بلند قبل بريتو دس في بكي نفيسكارك امريكي اورسولا ليكوين قلتنا قال لك يبال كيش دبيجا چه بيجا من كيليكي قمان نذكر كو موزيك كو رامين انغو رامان يكن لي بلي ام دكارن بيجن كو موزيك آوايك دن آرامانية ودبا كو رامان تاني جلبك دن آموزيكية. بدي اشرحك بالعربي كاتبة أمريكية تفهم كير لم أشك يمكن جماعة ما بيعرفوا بالكردي معنى أنا في بعض الكلمات. نعم لم أشك للحظة في أن موسيقى والتفكير متشابهان، بل يمكن القول أن موسيقى هي طريقة أخرى للتفكير، وبما أن التفكير وربما التفكير ما هو إلى نوع آخر من الموسيقى. يعني رأيك في هذا الترابط بين التفكير والموسيقى؟ شي جملتين ثلاثة إذا حبيت أنتو تخازي بيجي بهفو. بلي أكيد في ترابط وماشيين بنفس الخط. التفكير والموسيقى نفس يعني ماشيين بنفس الخط. بلي التعبير، حتى التعبير يعني انت موسيقيا فيك تعبر، تشوف المشهد اللي ممكن تعبر فيه عن اللي بيجول بداخلك. يعني اذا سمعت شفت مشهد حزين تعطيه حزين، شفت فرح تعطيه فرح، شفت اي شيء يعني بتشتغله. فنفس الشيء يعني في تفكير بالموضوع. فالتفكير والموسيقى اكيد انا معه قولا واحدا. اكيد حتى الشاعر يعني اذا بيكتب مستحيل يكتب شيء يعني بدون ما يفكر، يعني لانه بيطلع معه شو اسمه بالضبط يعني نعم قديم بعهد ما بدي اخذ من وقتها كثير، بس هيك ملاحظه صغيره من ايام اليونان القديمه لحتى عصر الحديث وعصر النهضه ولبدايه لحتى تصل لزيغموند فرويد، ناقشوا موضوع الالهام وهل هي فكره ام الهام يجي لك من عالم الغيب ام لمعه او فكره. فاذا هي فقط ملاحظه صغيره. اذا الموسيقى والرامان كان يجي كله الهام على فكره، يعني نعم كلها مترابطه مع بعض. بلي كرمك طبعا تو اما دبج مره موسيقى اللي بدا بلند تخازيت شك بيجي نعم موسيقى بس دكافاش كرمك فرم
وإذا ساغن تليتا نرزن بلند قال لك خوش بو وراسي هنرك أصيل هنرك خمال تلي خس بلند بابي محمود قال لك سباسياتا سربرسفيد كا بابي محمود والجيل إبراهيم سرشافا كان يراش ودبيجا خوزي وهنرمند ما ي بريز رشيد صوفي بكرا ميفان از بری دمکی به رشید صوفی را کتن تیکلیه ما مسای هجارا سوز دامن جبوی تندرستیاوی نگلک باش بو از دمک جوای نزیک دیسا بکرم تیکلیه پیرا جبوی به میوان دخلکین پیش روزه دا بله میوان خواه هزا خواه هنری بله او ما برصف دا پرسک دی هاتوی از نشاش بم هنرمند عبدالباسط
داريجي قال لك كيف خوشيش تو مال باطاتا ورادايا بلند بصنتا وصفتا قال لك دايا بصنتا قال لك باش دايا عائلك تاريخية وديروكية دشامة وبلند مايستروك هجاية سرشافا هنرمند هجا عبد الباسط بابي محمود بابي محمود بلي نهاد دياب دبيجا ما هنرمند مي هجا نهاد دياب بيجا اخي بلند عم تقرا بلند ولا ما فيك اخي بلند؟ لا ما فيني، انا صاير بعيد عني دقيقة بدي اقرا لك اياه. اخي بلند فنان نهاد، اخي بلند الم تلاحظ ان الموسيقى الكرديه ما زالت في بدايتها لم تتطور بشكل اكاديمي وعلمي كوننا نفتقر الى كوادر علميه فنيه، وكذلك لما نحن الكرد فقراء في الايقاعات رتم قد نستفد من شعوب اخرى ونسخر امكانيات في خدمه موسيقانا. باختصار اذا عندك تفضل. اكيد انا معه بكلام، بوجه له تحيه لمستاه نهاد صديقنا كمان. بلى هلا نحن مفروض نطور حالنا. هلا الايقاعات بشكل عام يعني نطور حالنا، ايقاعات شرقيه ايقاعات غربيه كذا، بس نحن بس اهم شيء نحن نضل محافظين على البصمه تبعنا. يعني هلا نحن مثلا بالنسبه لاغانينا الكرديه بشكل عام، جورجينا يعني معروف الكردي جورجينا، الاثنين على 4 اللف مثلا، المقسوم سريع، بلدي، وحده، وجثت اللي يعني هدول الايقاعات نحن نستخدمهم بشكل عام. يعني مثلا هلا بالكردي انا اغنيه واحده اللي سمعتها بلس، يلي هي شو اسمه بلس، يعني قليل. فانا ما نطور بس بدنا نحاول يعني يكون يتناسب مع الكردية. بلند قال لك سباس امينها امي برساكي بكن وباشي كليبا السر عفرينه او جي موسيقاوي بلندانيه امي جو خبد نوي ما موسى السر كنترول اماده بكن قال لك سباس بوي و رزدار الهجا خالد بهلوي بابي محمود خليل مجيد جارقي درجي ابراهيم وريزان ميكائيل قلقي بخير هاتن و منافي وان قوتني نقوتين وقال لك سباسيا وهاتنا وتكن بيغمان بشير بوطاني سرشباب رزدار تبليبونا تجي وآدم وانلي قال لك بخير هاتي براسي بوا امسر بلند تبليبونا واحمد عبد الوهاب يوسف حميجي رزاري هجانا بخير هاتن حاجر بلند دفير كاك بلند قالوا دفردا بشتي خباتي تبوا كومادا كوما كاوا كومادي كارو خباتي انت هنرمندن كردرا هبن فعالياتك مع الفنانين الكرد الاخرين مثلا. تفضل بالك فرموا. هلا عملت البومين مع فرقه كاوا مع كانيوار بلي الله يرحمه، كان فنان كثير كانيوار. في كمان مع الاستاذ صلاح رسول كمان عاملين معه بعيد نوروز، يعني في لنا تسجيلات وشغل مع بعض وعزف وهيك على المسرح احتفالات يعني. ايه في عندك كتار يعني اللي سليمان توفيق كمان عزفنا مع بعض. بلي ايام وقت كان بالشام كمان يقول فنان رائع بوجه له تحيه. سعيد ريزاني كمان عازف معه. رمضان نجم عمري كمان عازف معه بدرباسيه. في فنان سمير علي كمان ما فينا ننساه، يعني كثار من الشباب يلي عزفت معهم، حتى مراد من عفرين اول ما طلعت على عفرين كمان سجلت معه كاسيت. راح نجي على السؤال ومنطقه عفرين. سمير علي تذكرت امجي سلافي خوي قرمج مع مستاذ سمير تشينن از في برنامج تدا جراد بجمل بيراويتي مسوز دابي من جبوي تندرسياوي نباش بو هي فيما قدامك نيزيك ام دنجي بيهزن وباوجي ببا ميفاني برنامج ما وسعيد يوسف على ما اعتقد على ما اظن كمان تماما بلى تماما انا كمان في صداقه معه الله بلى
قال لك سباس بويتا ونافين كوتا قوتي ريزو سلاف دليار ديريكي سرجافا ماموستا وأحمد إبش سرجافا قلقي بخير هاتن بله بلند بلا أمي بارچه فيديو كليبا يا منها آوازو قوتي منها موسيقى ويتا شكرية بيقومان ياسر عفرينة هناك ببيزن هاجر آماده با أمي باشي بسي گلن سورم بردلان دلاله اری بکاناره دشمن مغرچه چات سرگره هاره او نخدا ناسه شنگاله کرکو باله ایرو با افرینه گلوس بالکویه نیار بارگرانه یکی تی درمانه حال مهجاره قال لك سباس بلند لحن وكلمات آواز وقوتن إمنن لمقدمة موسيقية بيش قوتنا موسيقى تشكيرة وموسيقى حميجي تا لخستية تشد بيجي تشد بي تشتاق بيجي تحكي شيء عن بلي ايه سوينا 3 أعمال تقريبا أنا وياك بلي سي راس يا شهرين ما تمام نكر مسي استرانا كل شيء بلي بلي بتذكر تعذبنا فيه كثير كان يعني الوقت ضيق معنا راس بلي بتذكر سويناه ما بعرف بتذكرني اذا في شيء هيك رايح عن بالي راست بله ما قال لك تشت شنو هاتني ما قال لك هبن سر هفدا ونهاجي بيغومانج بو كورونا ساكنين راوستيا بلند برساكي ازبكم وبشتي برسيت جمرا جارك دي موزيكا كي بدا باش با سلاف بوي كسينو تبدي مبون شرف الدين سربخوا قال لك صوت بو هاتناتا وخليل الرسول قال بخير هاتن دكاتو بكاربي قالوا برسا قلبير كارتا الحريمي كارتا خباتي هنري الحريمين كردا بتايبت قالوا بشالكيتا بشا اويبو بشا هنرمندارا بين ويا وخباطة تيا هري سركة تشو عفرينة تشو قامشلو تشو يا هري سركة القامشلو بكيرا يعني الفعاليتك الأساسية أنت رحت على هذا بلي ايه هلا طبعا رحت على القامشلي وعلى عفرين مو موضوع زيارات فنيه، اذا كان في كمان اعمال ايه
رحت على القامشلي يا سيدي وشفت الاستاذ سعيد، الله يرحمه، سعيد سعيد يوسف يوسف. جهيبة هديش ببالي. هلا بهديك الفترة أنا كنت أطلع على القامشلي وكنت أشوف الفنانين الأكراد أصدقائنا وأصحابنا اللي أنا عامل معهم ألبومات وشغل. إذا هذا سؤالك مثل ما فهمته أنا بالكردي. بلي هلا في أنا كانيوار مثل ما قلت لك، الماموستان آزاد فقط كمان من الأصدقاء وجه له تحية. كمان عملت معه اشتريت رقم واحد بلي لآزاد بالتسعينات. كمان الفنان سمير علي عملت له كمان أغنية سويناها بسوريا بالتسعينات بظن أنا. بلي ومن الأغاني الحلوة كانت من كلمات الشاعر الكبير الله يرحمه جيفر خيم. بلي اسمها جين هابون. بلي جين هابون. فأنا عملت له الموسيقى تبع التوزيع الموسيقي والتنفيذ هي بالتسعينات. اشتغلت لها لسمير. وهلا من فتره كان تحت ايدي اغنيه للمستر سمير صديقنا، كمان اسمها بير آنين. بير آنين. بلي تماما. هي كمان الاغنيه من الحانه، كلمات بافي جنجين. هذا من عفرين عمره شي 75 سنه حسب ما قال لي، وبيكون ابن عمه لشكري اللي كان معنا فرقه كارو ايام زمان. فهذا هو كاتب الكلمات. الغنية حلو كتير، فأنا عملت له التوزيع الموسيقي تبعها، وراح تكون الغناء لينال طاهر كمان بوجه له تحية. هنرمند يلال طاهر. بلي تمام، الفنان ينال طبعا. فهو راح يغنيها. هلا عم يشتغلوا فيها بالتنفيذ تبعها، عملت لها أنا التوزيع الموسيقي. هدول بالنسبة لسمير، أستاذ سمير صديقنا مع حفظ الألقاب. الهريمة تشاي كرمينج از نشاش بمجارة كي تجمرة قلت بهنرمند عدنان دلبلير راجي كارته حبيب از نشاش طبعا. هلا انا وقت رحت على عفرين. بلي على بدايات روحاتي على عفرين، انا اول زياره لعفرين على باسوطه رحت لعند صديقي محمد ابو جانب بوجه له تحيه اذا عم يسمع. كان حفله الخطبه تبعه. فاول مره فوت على تشياي كرمانجي على جبل عفرين. هنيك كثير انبسطت. وباسوطه من المنطقه الحلوه. فعملنا هنيك الحفله. وبعدها هنيك تسجيلات ليالي الشرق كمان مصطفى بوجه له تحيه اذا عم بيسمع. بلي مصطفى هاتكو ما في نزله على الشام. شو ما بينزل على الشام؟ قال بدك تعملنا، بدنا نعمل كاسيت. عمل كاسيت وياه وانا كاسيت بدزوم ما في كلام. سوينا الكاسيت مع فنان بيقرب يمكن كمان هو، وصوته جدا حلو، بيغني الاغاني الكرديه الحلوه اللي نحن بنحبها، مواويل وكذا. فعملنا له كاسيت حلو كثير هذيك الايام، اسمه مراد، يعني مسمي حاله فرهاد بس هو اسمه مراد. فهذا كان بالنسبه لعفرين. وعدنان دلبرين كمان اجتمعنا بعده حفلات مع بعض انا وياه وسمير علي بمشعله وهون بعده مناطق. فانا بعرف عفرين منيح. بله باشا بلند قال لك سباسيتات كم امي جار دي فكر سبا مثلا تخاصش بريكو ساعات بده المانيا هناك جبو جيرانا نباشه تجمره بتليه خو بارچه کی موسیقی بيجي قال لك باش تمام.
دستاخ قال لك خوش بي بلند هر بيجي اشترى هر صاخ بي وهر جي موسيقى بجانيني الفير ما مستا رضوان خرسي هم موزيسيانا وهم جي هالبسا جي شركة ما مساكي ما بريدمكي هاتبوها في فينه برسكي ديكا بيجي ما مدى الأستاذ رضوان خرسي يسأل ما مدى تفاعل الغير كردي ببورة سؤال الأخ بلند ما مدى تفاعل غير كردي مع الموسيقى الكردية بحسب تجربتك باختصار ممكن إذا ممكن. أثناء عملي بالمريديان نعم بلى كنت أعزف تجي يعني شخصيات من كردستان العراق عرفت شلون؟ يجوا من الصف الأول والثاني فأول ما يجوا الشباب يقولوا لي إجوا أولاد عمك نغير الموجة على الكردي فنعمل تقسيمة نعمل أغاني كردية تلاقي العالم تتفاعل بشكل مو طبيعي يعني تقول ويدركوا بقى يعني ناس تدرك ناس كذا يعني الموسيقى الكردية على فكرة السحر فيها سحر يعني هلا مقام الكردي اللي بيستخدموه أكثر شيء هلا هي صنع بسحرك هلا الموسيقى اسمها صنع بسحرك يعني صنع بسحر مقام الكرد حتى هذا يعني مكركبهم يعني تصور مع انه اكثر مقام يستخدم بالموسيقى العربيه والتركيه والكرديه مقام كرد اخر شيء اللي صنع بسحر يعني مثل ما عدت لك مقامات صنع بسحر الصاد هو الصبا النون النعوند العين العجم الباء البياتي السين سيقا الحي حجاز الراء رست
الكرد بقى كي صنع بسحرك. شوف هالجملة هاي. فبشكل عام الموسيقى الكردية إلى لمسة خاصة، فيها حنان، فيها شيء غريب تماما، وكل الناس بتحبها. وكثير ناس بتطلب من أصدقائنا العرب وهي بيحبوا يسمعوا الموسيقى الكردية وبيحبوا التقاسيم وشغلة حلوة بتحاكي الروح. بلند ما أبالغ إذا قلت لك حجرز بيجم بجمع نزيدايا الهريمة كردستاني الزاغروسان الهريمة كو كرد مزوبوطاميان كو يكمين تشاند الورها الشيمبية. حضارات انطلق من هذه المناطق حبيبي، وأول شعوب اللي سكنوا فيها هن بيغومان أو كردن. فالزراعات تشاندني إيش حياة الكهوف، بناء وأدوات وصناعة. يعني أف نأز دبيجم أفزان ديروكسان جهانية مظن وعلم آثار روان حميفان تشتا دين برشا. فأصا خمالي ورساني بيغومان د موسيقى كردية هيا برند از الفر برسك هبي از نشاش بم ماموسا احمد مرعانجي قال لك كيفاويتي شافيرا سباسبو هاتناوي ماموسا هجا نافك هيا از باور بلكي از نظرم باش بالاقي سويد بالايق سويد سرجافا ببور هاجر نافت از شاش دخوينم ونوروز حسين وديسا أدهم وانلي قال لك بخير هاتون هنجي وحسين قال لك بخير دنجتت كيس باورم بلند فيري برسك دي اشتبكم وامي جو خبدنا استرانا عفرين موسيقى تا استرانا عفرين افريندار تا لجم هنر جارنا بهنرمند عربرا هنرمند عربا تهاتي شامي شامه هاتنا هرمن كردا بهنرمند كردا راهو نشتا ذاكو هنرمند كردا بناسن وچاندا كردا بناسن قالوا او كينا هو سربوريه خبيجه تجربه خبيجه جارتي ام ازو عزار حبيب ام تلقى مشلو بعفرا بله يجي ما هي يكما هكي قامش منتجع التلال باي بله باي نزيكي مطارقه مشلو بله فطلعت انا وعزار حبيب لهنيك على المطعم وله شعبيه حلوه كثير اللي في القامشلي. بله فضلينا فتره شهر تقريبا مع بعض. طبعا انا كنت السوليست تبعه لانه حافظ برنامجه كله، يعني السوليست تبعه بسوريا وكل ما يجي كنت تطلع انه يا حفلاته الخاصه والحفلات اللي بتطلع. فعزمنا الاستاذ سعيد يوسف الله يرحمه ابو زورو صديقنا، عزمنا لعنده على البيت على الغداء بالحي الغربي كان بتذكر ساكن. اول شيء رحنا لعنده على المكتب بشارع القامشلي، شربنا قهوه ورحنا لعنده على البيت، عزمنا على الغداء. وبعد ما تغدينا وقعدنا هيك قعده حلوه قال لي الاستاذ بلند نحن اصدقاء وانا بتعرف معسكر عندي والاستاذ عزار حبيب غالي علي، وانا بتعرف انه ما بعزف الا بالحفلات يعني، فهلا كرمال جايكم وراح سمعوا شيء للاستاذ عزار واذا اعزف. فمسك البزق رحمه الله عليه، عزف شيء مو طبيعي، يعني اصابعه ما تلحق تشوفهم مع الايقاعات مع القصص مع الكذا. عزار حبيب وقف شعر راسه من تفاجأ، قال لي يا زلمه، قال لي شو قال لي شيء بجنن، قال لي انا بعزف بزق، انا شو وين البزق تبعي، وين البزق تبع الاستاذ؟ قلت له هذا امير البزق يا زلمه، هذا امير البزق عندنا الملك يعني هذا. كثير انبسط عزار حبيب، وحتى تعلم الكردي. وقت كنا عم نطلع بالباص انا علمته كم كلمه، فيقول له للعالم يلا دركفن لو دركفن امي هرم هزو يا ساعتنا صار شيء امي هرم مش عامله. فردت ضحك، صار يحكي معهم بالكردي للعالم.
لذيذ كان كمان ثاني، كله رفقاتنا دول ترحموا، شيء بالكورونا شيء بالوباء. رحمه الله عليه. قضينا ايام حلوه بالطعم شيء. بدي صديق صد. انا بوجه تحيه لابو شيركو قبل ما انسى. ادهم والي من الناس اللي بحبهم كثير انا من بالحار، عنه هو من فرقه ازادي، وانا كنت كمان عم نشاطات معهم. يعني فرقه ازادي، فرقه هلات، فرقه كاو، ما عندي فرق. انا بالنسبه لي ما عندي فرق نهائيا، وما عندي احزاب وما احزاب، لا انا الكل كنت، الكل بحترمه، الكل بحبه، باجي مع الكل، ما حدا بيمنعني ابدا. فانا كان في فعاليات معهم كمان. وجه تحيه له ولابو مسكين ابراهيم كمان مدرب دكه عندهم تبع فرقه ازادي، من الناس اللي انا بحبهم. يا سيدي الله يطول بعمرك. عمري وان دريج ثمانية وان دريج قال لك سباس جبويتا بلند سباس جبوي ميفان ديجي تبلي مبون از نشاش بن محمود حامو ريزار وريز دكتور مي هجا محمود عباس قال لك سباس او جي كيف خوشي ما وبروغرامتك ولازقين داري سرشاوا وهنرمندي ما محمد شريف رمضان حاجي سرشافا هن هاتن بلند سلامي للجميع. بس قبل ما انسى معلش كمان تحيه لصديقي الغالي بحبه كثير الهنرمندي، يعني كبير هذا اللي بحبه انا، وصوته من الاصوات الحلوه، عبد الباسط داري، بوجه له تحيه. هذيك اليوم سمعت له موالك حلو، انا كل ما اسمع له شغله حلوه باخذها بعمل لها موسيقى وبعث له اياها مفاجاه. مثل ما عملت بريبات ارمانجا، سمعت موال حلو كثير وتفاعلت فيه، عملت له موسيقى، ركبت له اياها ودفشت له اياها هديه. بوجه له تحيه لاصدقائنا الفنانين الكردي اللي باوروبا كلهم. يا سيدي ده سيد الصاغبن ويعطيك العافيه مو عربت بيجن شو ما تجمر هناكي وانا من جيرة مش هيك ما سي اسرار اشترى تشبير كريلو. نعم مش بيقول لك قال لك باش ساعات خوش بلي سعادة اخوي. انا اعذروني انا بحب احكي كردي بس مالي متعود، انا يعني بفهم كردي اكثر ما احكي، فاعذروني. يعني انا ما بحكي لكم قبل ما شغله صغيره هي كردي شامي مثلا يعني، بس بقى هلا بصحح لكم اياها هاي. بلي كرمك. ايه هذا هي كردي شامي. از تشوم مالا عمتيك اخو مباب دقاندي حتى دستي من وجع عندي وكس نهاتي از رجعني بس هي از تشوم مالا مكه اخو مدريخس كسنتي از بقريام رست كس نهات از بقريام مو از رجعي ما نحن بنعوج لساننا شوي. بله ساعات خوش دستي الساخبه قال لك سباس بوي دكتور هوال جيت هفدي ما بوي از نشاش بم نافي خياناكي بس ما مستن وهاد نفيسي هنرمندما وازاد ديريكي سرشافا ولازقين داري دفير برسك ما مستيمه هنرمندما رضوان خرسي دبيجا اظن اساس لحن بليوني وجوزوني اعتقد نظر خياناكي برشافي بليوني بلوي وجوزوني لعزار. تمام لعزار حبيب على بريفان لتحسين طه يعني يظن هو ممكن. هلا في غنية كمان كمان بيغني عزار، قال لي انا اخذها من الفلكلور الكردي، اخذهم من هيك قال لك باش اختي باي باش بلند امينها كليبا كيار سر موسيقى تاع عفرينا بريندار اگر آماده به ما مستعمل سر کنترل هندان باشه.
قال لك سباس بلند چل بیرا مهات موزیسیانی میه هجا براستی روشا عفرین سریکانیه گریس پیوان درا چه قاس مروف هنری با آفرینه بنوی سرسر هل بسا بنوی سرسر رومان چیبن دیساجی مافی وی تالان بینی وی ویرانی نای اف موزیکات جیب هاي مجي هيا بريد صارت شيء كرسل ويروشا عفريني. مشي ذكر سي موزيك اسبوع عفرين يكو عفرين برندار يكو الدورس السي مشي. بله. بلنسر جاوا ديسا سباس بوي خانما هجا يسرا زبير و يكري تبريمه بوين دكتور ديسا مقوت هوال سليمان وسيامن شيخ وهنرمند هجا خليل قادر سرچاواهاتي في جزديك ازانم حتى ببينم باش شنويسيا ما سبب الفنان هنا يسأل ما سبب بكائية والحزن في الموسيقى الكردية. كثير منا من يتساءل عن سبب هذا الحزن العليق المليء وهي ترافق الموسيقى والأغنية الكردية هي أننا أدمنا الحزن. وهل الحزن هو الذي يعطي للأغنية والموسيقى الكردية كل هذا التعاطف والحب؟ هل هي مرتبطة بطبيعة الإنسان الكردي مما ألحق به أو حاق به ما بشوف من أهوال وأفظاع على مر التاريخ إلى آخره، إلى آخر ما هنالك. ستشهد ولادة موسيقى كردية، وهل أعتقد ومتى سنشهد ولادة موسيقى كردية تذهل إلى إبداع وتخترق كل هذا الحزن والألم؟ برأيك أبو سامار العزيز؟ معك. تابعت ما قرأت؟ طبعا عم بسمع. ولو تفضل. عم بسمع. هلا الموسيقى الكردية أكيد أخي، الموسيقى هي بتعبر عن الإنسان بطبيعة الحال، بتعبر عن يلي بداخل الإنسان. فنحن كل حياتنا حزن، الشعب الكردي يعني كل موسيقانا حزينة، كل شيء تسمعه حزين. هلا إذا سمعت شيء فرح بيكون في إيقاعات ودبكة، ومع هيك بتحس فيه حزن. نحن كشعب يعني هيك ربنا رايد، ما بعرف، أغانينا كلها حزينة. عم نحاول شو بدي اعمل شيء شغله قبل ما تصير 10 تقسيمه هيك حلوه من التقسيم الحزينه اللي نحن بنقول عنها دوما حزينه. بلى
خلصنا ابو سام. انا بدي زيد على على ملاحظه كمان على هالموضوع. اعتقد القصه الحزن في الغناء الكردي قديم، مرتبط بآلام الشرق بشكل عام، وخاصه كردستان كطبيعه، كجمال، كمياه، كانهار، آلام الشعب الكردي نفسه، من الهجمات الاشوريين قبل الميلاد، من هجمات الاخمينيين، من صيد المغول، من تتار، من دوما احتلال العربي، من احتلال التركي والى اخره. فكل مآسي في صديقتنا بالضبط. صديقتنا المانيه دائما مرات تسمع اغاني وقت تجي عنا على البيت جمرات بيجي ستراني وتم ايش وجان الموسيقى، يعني الموسيقى الكرديه الم شميرسن بالضبط. دائما الوجع. بله قال لك سباس بويتا بلند ازي برسكدي بكم هيدي ما كوما برسفا ما موسى دابه ولو تشتكي بتشوكجي بلند آفرين انت ابداعات انت، يعني آفرين انت بموسيقى وين كيشيه دا موسيقى تصويريه سويت شيء لا فيلم راتشنا موسيقى تصويريه شيء كريا آلي كاري كريا باختصار. طبعا ايه عامل موسيقى تصويريه مع الاستاذ سالم الكردي الله هيك يطول بعمره، عاملين مسلسلين للتلفزيون السوري، سهرات تلفزيونيه انا عامل الموسيقى التصويريه والشارع. الاباء والحصرم من تمثيل وفيق الزعيم، وفي الثاني حفل الأذكياء فقط من تمثيل شو كان اسمه يا بنت، شو كان اسمه مو ببالي هلا. المهم تفضل. ايه سليم كلاس. هذول كانوا تبع الاباء والحصرم، الزعيم وسليم كلاس تبع حفل الأذكياء فقط. هلا عامل لفيلم سينمائي، فيلمين سينمائي، واحد أشواك برية، فيلم مغربي سويدي. نعم. من إخراج الأستاذ أحمد نصر قاوق، أبو فادي حبيبنا صديقنا تحياتي له. عملت معه أنا الموسيقى لهذا الفيلم، وضعت له الموسيقى التصويرية والشهرة. هلا في فيلم ثاني للأطفال سينمائي انعرض بسينما فندق الشام لمدرسة دار الفرح. عملت له الموسيقى التصويرية والشهرة أنا والأستاذ نبيل أبو الشامات، كمان من أصدقائي، ابن الأستاذ عدنان الله يرحمه. فنبيل من أصدقائي كمان الفنانين. اشتغلت أنا وياه عدة أعمال لدار الفرح، أكثر من 220 أغنية أطفال، أغاني هادفة، وموسيقى تصويرية تبع هذا، ومسرحيات سكتشات يعني تتخلى مقاطع غنائية يعني ضمن المسرحيات. فكتير اشتغلين إن شاء الله هدول بالنسبة ل هي. بالنسبة في شغلات ثانية لكردستان تي في عامل موسيقى تصويرية جايك بالسؤال. ايه ما هو بس هذا العمل يا سيدي يعطيك الألف عافية. دسي تساق بلند قال لك باشاتم روفكي براسي جالاكي يعني نشيطي بلند برسك دي إذا اشتبكم أمي كليبا ميترا جهدار بكن باشا تا بهنر تا آلی کاری بهنرمند کردان را کریه تومار کرنه آواز شی کرنه تبري نهايج بحث كر سؤال يعني ساعدة فنانين الكرد بالتسجيل. أعتقد هلا حكيت جاوبت على هذا السؤال. إذا في شيء ثاني من ناحية التسجيل طبعا توزيع الموسيقى هلا طبعا مثل اللي حكيت لك حكينا وفي لمترا كمان بالضبط صديقتنا كمان فنانة صوتها رائع. نعم. كمان عملت شي 4 أعمال مع أغاني لمترا، وفي هلا من شي أسبوع تقريبا خلصت من أغنية عملت لها لحن وتوزيع موسيقي كاملة ليلدز. هي ببلجيكا، بعثت لها عشان تنزل صوت عليها، اسمها أستا برنادم. هم اتصل بي كمان مشان الشعر ما شعر واغاني. تمام. انت تعرف فهلا بعثت لها يعني في اعمال وهيك عم. نعم. شو بله قال لك سباس بوي كاسينيو تبلي ما بيور هنرمند ريناس جزراوي جي قال لك خير هاتي حسين ابراهيم سرچاوا او جي رزدار اجبار هنرمند او جي قال لك بخير هاتي تبلي ما بين دكا امي جهداري استر كليبا ميترا بكن هاجر اماده
Aydi beridem Gülistan Çelbisi gül Bağbıstan Oyran ezim Olim harab Aydi beri Qamenane Raqi tiran Hedikale Nekhweşeki Firvihale بله بلند دستت ساخ و قال لك سپاس بو هنرمند هجا میترا او جی مسوز هفرا دایا به میوانا ما اما هج البندی و ما قال لك باشه بلند تو هنرمند تو لشامه جدایک بوی وكي ما برينها قوتي ودجواكا عربان دا جواتا كي تيكل هر نتني عرب تيدا مازم بوي ولي بيشبر في ايكيجي جريدانا تب كردايتيا تبا هيا دنافا في جريدايي وفي ناكوكي دا باندورا مالباتا تير سرتا يانجي تشيه تفهم كيرسو برسامن مقو انت ولدت بالشام وتربيت بالشام بين مجتمع مختلط من العرب من الاخرين ومرتبط بقضيتك يا هل ترى الاسباب ارتباطك بقضيتك بكرديتك من وين جاي؟ يا سيدي نحن اكراد الشام بشكل عام اكراد الشام عندهم حس قومي جدا قوي. يعني صح في كثير منهم ما بيعرفوا يحكوا كردي غير كلمة مرحبا وتشاوي وهر وور وكذا كم كلمة يعني وكيف نظام شيء وزي هر بقر يعني كم كلمة. ايه بس عندهم حس قومي جدا حلو. بلى. وتعاطف ويحبوا يسمعوا الأغاني الكردية. هلا المجتمع مترابط عندنا بركن الدين بحي الأكراد مترابط يعني الكل بيعرف بعضه، العائلات كلياتنا نحن بنعرف بعضنا وفي مصاهرات وقربة يعني كله بيقرب بعضه وكله بيعرف بعضه، فنحن حافظنا على كرديتنا وعلى ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا تماما. بلى. هاي من نقطة. كلك باش. النقطة الثانية بابا عنده حس قومي جدا عالي وبيحب كثير الموضوع الكردي دوما يعني كان يشغله ويسمع أغاني كردية. بالثمانينات رحنا على بصرة، هي كانت يعني نقطة ما بنساها يعني. رحنا على بصرة الشام، أنا الآلة تبعي أكورديون، فهن بدون الآلات القديمة والفلكلورية وكذا. كان في مهرجان يا بسنة 80 يا 81 ما عم بتذكر هالشيء. المهم نحن طلعنا على المسرح، قعدنا نحن مع الجمهور، كنت أنا وبابا. فوقت طلع الفرقة تبعنا فرقة كاوا، كانت اللوحة تبع حنة حاملين الصواني وعليها شمع. بلى. عرفت وطلعوا من هون وبابا يعني بكي بكاء. أول مرة أنا بشوفه لبابا عم يبكي كثير تأثرت، من كل قلبه عم يبكي. فبابا كثير حنون بيحب قضيته كثير، الله يرحمه. وكمان مثل لك بيسمع محمد عارف، بيسمع هدول. بس هلا شوفان وقت دخل على الخط في له أغنية بيحبها بابا كثير تبع أي فلكة خاينة تجمال ما واكر تمال ما خرج، يعني من الأغاني الحزينة اللي كان يحبها بابا وبيبكي عليها. بلى. فهي تأثير الوالد باندورا بابتا لسرتابيا جهوي بحشت بقى قال لك سباس بوي ماموسين تفلي ما بوين عارف سليمان وديسا خانمة هجا نجاح هوفاك قال لك بخير هوالا مايا بيف تي في ورزدار عقيد كرديش صلاح ملا قال لك سباس كيكي صلاح ومحمود عبدي باهوس وهنرمندي هجا فرحان شر وجنوكا نهات قال لك بخير هاتن ام قال لك كيف خوش متهذبونا بلند امي استرانكي دي محمد عبدي كمان بوجه له تحيه. هذا مدرب الدبكه تبع فرقه كاوا اظن.
بله محمد سرجابا عبد محمد عبده الدكتور محمد، تحياتي له. بله تا جو اميفي برسيبكن وبلا كليبا ماموس هنرمند ما عبد السلام داري دينن اماده بكن قالوا تد ميديا سوري ده عبد الباسط عبد الباسط سيد ببوره عبد السيد ببوره اسكت سياسته عبد الباسط داري ليبورين ياخذ خوازن عبد الباسط داري هنرمند جيمي هجايا دنگ خوشه حبيب القلب. سباس بوي تبليبونا عبد الباسط داري جارة سياسات مد شموتينا راس تيجي بيغمان بلند تد مديا سوري دا راديو تلفزيونا سوري يا فرميدا جالاكين كرنا فعاليات تا براديو تلفزيون السوري. تمام باختصار من فضلك. طبعا هلا بإذاعة دمشق بالراديو انا عامل اعمال فنيه مع المونولوجيست كان وقتها حسن وحيش، كان صديقنا يعني بالنقابه وزميلنا كمان، وهدى شعراوي. عملنا سكتشات يعني مشان البرامج يعني لإذاعة دمشق، طلبت منا وقتها نفذناهم. هذا للإذاعة. وفي أغنية لنغم، أعطيتها أغنية أنا لنغم، حلم الحبيب، من كلمات الأستاذ حسن زازا صديقنا كمان، بوجه له تحية. فعملنا لها لحن، هي مطربة إذاعية من الأصوات الحلوة، عملنا لها أغنية وكلماته لحسن زازا مع حفظ الألقاب. وفي للتلفزيون شارت طبق رمضان كمان بالتسعينات. هي قبل يعني قبل المسلسلات اللي عملتها مع الأستاذ سالم الكردي المخرج. بله هدول يعني الأعمال اللي أنا عملتهم، مسلسلين شاركتها برمضان وكنت خلال الإذاعة. باشا اگر كليبا عبد السلام داري آماده به اشكال ما خبوه شين قال لك بس عبد الباسط هر بيجي هنرمندي هجاء عبد الباسط بدنجتي خوش وموسيقى خوش راسيجي قال لك الشابي وموسيقى بلند دستجي صاغبه بيغمان دستجي صاغبه نافتا مشاش كجارك ددوا ما هنرمندي كيمي هجاء دركات مره في ايفاري صلاح رسول قال لك شابي متفليبوناتا راسي شنجاره بله
الشنجرة الأستاذ صلاح رسول قبل ما أنسى بلي. بابي روجين حبيب القلب من الناس الغاليين علينا وعلم من الأعلام الكردية، وأنا بحبه الأستاذ صلاح وصديقنا يعني كمان. كنت أروح لعنده على المحل بيقامش لي يا أخي قلنا هو من جماعة قدربك مرحبا إن شاء الله يلو. بلي بابي روجين براسيته جاي ومن شنجرة از تركت مسر ماسنجر تيكليه وما تليفونها تجي لدا مخابن جبر برسكريكنا تا وما موسى هنرمند من وهادي تركت تيكليه جبوام تبخنا ميفان ام تيفي مكو تليفونها خط فكي وام كذا تايا هنري ببين ذر في سؤال لأستاذ فنان هم أستاذ رضوان خرسي كمان بيسأل، أعتقد على ما أظن هو هل تؤيد بلند مالله هل تؤيد شكوى الأستاذ غزوان زركلي في التنكر للموسيقى الأصيلة في سوريا؟ ما بعرف قصده على الموسيقى الكردية ولا الموسيقى الأصلية يعني. هل تؤيد شكوى الأستاذ غزوان زركلي في التنكر للموسيقى الأصيلة في سوريا؟ تفضل. هلا انا يعني ما بعرفه بشكل شخصي للاستاذ غزوان، هو من عنا من اكراد دمشق وما لي قاري المقال يعني ما فيني اعلق على هذا الموضوع. ما لي قاري المقال. اما اذا كان متنكر للموسيقى الكرديه وانه كذا هذا شيء ثاني، اكيد انا مو معه بهالشيء ابدا. اما ما لي قاري المقال فما فيني اعلق على الموضوع. بله باش قال لك سباس جبو تجي بلند ام هيدي بروداوي دشن ام حول بدن كوت بهتر دباندورا تاغوت بندورا كيجان هنرمندا دا ماي وقت محمد عارف وان تاغوت از باورم ما في داعي نسال مره ثانيه يعني. وجفاتا كردا جي وقت تاغوتي الشامي بهترج هنرمندين الكفنار كالابوري كردي حز كرن سراني كالابوري كيفن هنرمند نو قالوا جهد قرتن كانوا يحبوا الاغاني الكرديه القديمه والجديد يا هل باختصار من فضلك. بلي اكراد الشام بشكل عام هلا بيحبوا الاغاني العاطفيه والحزينه الحنونه اللي يعني بشكل عام نحن اللون اللي بنحبه الكردي يلي بدمشق بيحبوا محمد عارف جزراوي، حسن جزراوي، تحسين طه، مريم خانم يعني عيشة شام. هدول نحن كثير بنحبهم هالاغاني وبيحبوهم اهل كراد الشام وبيفهموا على اللهجه حتى. هلا بالنسبه للجديد اللي طلع هلا شرفان باروار اثبت وجوده باغنيه غزال اول ما نزل تمام. وكما هي الغنية أصلا غزال لمحمد عارف. ففات من هالباب العالم صارت تسمع له حبته لشوفان بأغاني الثورية والأغاني الحلوة. إيه شوفان طروار حبوه. وبعدين بشكل عام يعني كل واحد أذواق بقى، في فقيه طيرات، في كذا، في مشكلين يعني. دلشات محبوب. هلا أنا من الناس اللي بسمع دلشات بحبه كتير، بحب أسمع عزفه على الكمان بجنة من أول ما نزل، من أول شريط رقم 1 بسمع دلشات بحب، وهذا بيعطيك الروح الكرديه الحقيقيه. هذا مثل يعني الستايل تبعي اللي نحن بنحبه تماما. بله بلند امي في برسيجي بكن وامي جو بدن كليبا ميترا يا دو يمين وقت ما قلتي كردين شامي وتشوا كاري دنا وام ناكوكيا دا خو بپاريزي غوا ديجي من كير نهاج تبر سفداز باور من حوجه كو بي دي في تنا ام في برسي بكن قالوا كارو خباط انت جبوي قناه تلفزيون كردا هبين اعمالك من بل تفهمكر اريد المذاكر ما يكشف لي البروكار او فيلمك وثائقي نابي بروكار من هيك موسيقى ويشكليه واخراج ما مستر حوالي من اوجي حسن زازا. فيلمك وثائقي مهنه بروكار يعني ايش بروكار شو معنى بروكار باي هو اوجي بايك اللي كردستان قناه كردستان تي في.
هذا سويناه بالنسبه للاعمال الكرديه. بله باشا هاگر کلیپا میتر آماده به یا دو یمین انکارنگوی خب نگلک سپاس بوی هنرمند ما عبدالباسط داری جارم شيرين البرد اللي ما بربوهابو مدينة تشيرين البرد اللي ما بربوهابو برد اللي ما برشانان وكي خونا تبلابو برد لما برشانان وكي خونا تبلابو نتوكو لبابام ترشلبو تبندابو تبوليستان يا بابام نتتسر سلطنا فيها ليش قطعتها يا اخي؟ والله مو بايدي جماعتنا هذول ما الكنترول قلت كرن بالي هاي انا بوجه له تحياتي للاستاذ رشيد الصوفي صديقي الغالي. هاي من الحان الاستاذ رشيد وغناء مترا اللي عملت لها انا التوزيع الموسيقي واللحن تبع المقدمه من الحاني كمان. يعني عملنا لها قالب جديد هيك سوا اشتغلنا عليها طبعا وهي النتيجه. بس كنت حابب اسمعها كلها رحت طفشتها. هذا بيجي بلند او هذول ما الكنترول قلت نزان ما ندس منها. هلا المثل الكردي بتعرفه اللي قلت لك اياه من زمان تبع الدفاء كابيجا دفاء يعني جمل. ايه قول لي صار دفاء رنشتي وبتلي خو بشرة تبي كسل منها تيجي كسل منها تيجي يعني قاعد على الجبل مخبي حاله بسباته بيقول ما حدا شايفني وعلى الجبل. ايه بلند باشا نهامي برسك دي بكن دو برسي ممانا هنرمندين في سردمي و باشي امي موزيكا تيا داوي ببهيزن قالك سباس بوي ديسا سلافو ريزيماج هنرمندي مي قرسو مزنرا رشيد صوفي هنا وديسا ادبيجم ام البندي تنا وبندي تليين تنا وجناندنا موزيكا تنا واوازن تي خوشن. بلي بلند هنرمندين في سردمي قالوا تو هنري كردية في سردمي چاوا نرخيني تايبات تكليا هنري كردية إيرو بروج آوا وروج هلاتيرا. كيف تقيم الفن الكردي الحالي العصري المندمج مع الفن الغربي والموسيقى الغربية والشرقية في نوع من اندماج؟ في ناس اتجهوا للموسيقى الغربية بشكل عام وأغاني الكردي ألحان كردية مثلا أو بنمط غربي أو في خليط بين اثنين. فرأيي بالموضوع بيتنادى الشيء مثلا. رأيي بالموضوع هلا إذا الفنان بيشتغل على الأغنية الكردية بشكل أكاديمي وعلمي ما ينزع
البصمة والروح الكردية تبعنا ينزع بالجيتارات وبالإيقاعات وبالقرب ودج 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 وكذا، أهلا وسهلا. أما بشكل عام هلا يلي عم بسمعه أنا للأسف بكل الحفلات الكردية، وأنا حكيت مع أحد الفنانين أصدقائي المطربين إنه ليش هيك أنتم عم تعملوا؟ بيجيب كيبورد عازف وبيحط هالرتم ويلا برج دج ودج ودج وكذا، وبعدين عم يحطوا الآلات تبع يا أخي آلات الرعيان وما الرعيان وكذا، يعني صفيرة يا مؤمو، ما في آلات كردية. نحن عنا الزورنا، عنا التنبور، عنا تشمبوش، عنا الآلات الحلوة السنتور، عنا البلور، عم يستخدموا آلات مو حلوة بالحفلات ودبكات وكذا، يبدو إنه عم ينزعوا الموسيقى. فأنا وقت عم بسمع هيك عم يعني انزعج، عم برجع دغري اسمع القديم والشغلات اللي بحبها اللي قلت لك عليها. هي غذاء الروح بالنسبة لي الكردي. وقت بيسمع تخبيص ببعد عنه. هلا أنا الموسيقى الكردية لازم نطورها، لازم ندعمها، لازم نحط لها شغلات حلوة، نضيف لها إيقاعات، نضيف لها توزيع هارموني كذا، بس شو بأصول، يعني مو يا ربي تجي في عينه خبط لزق، كل شيء له أصول. فهلا الموسيقى الكردية يعني عم بتتطور، في ناس عم تشتغل، في ناس كذا. بشكل عام أنا قلت لك أنا بهتم بالقديم، يعني بغذي روحي دوما بالقديم وبطور وبعمل توزيع على طريقتي الخاصة، بس بحافظ على البصمة الكردية واللحن الكردي والإحساس الكردي بالموضوع، وإلا صارت مثل كل هالأغاني يعني مو مفهومة. بله باشا قال لك سباش بويها شيرو فكرناتا بلند أمينها برصا داوي بكن. آخر سؤال، وصلنا لنهاية البرنامج، تجاوزنا وقتنا كمان أم جيبوري نجي تخازم تفي بيجي وموسيقى تالية أو سر مأساة الشعب الكردي، سر آزار وجانين ملتي كردجي تشكيلية. أزيب برصا بكن هفالي ما بلاوي موسيقى دينن وأمي خاطر بله أمي في برصا بكن خاطرة بخازن وداوية قوي خدمة موسيقى. آخر أعمالتا كارن تا ين داوي جالكين تين هدري چنا وش كيرانا آخر أعمالك مع مين؟ شو هني آخر أعمالك ولا مين؟ هلا آخر الأعمال الفنية مثل ما قلت لك فيه، أنا حكيت لك للأستاذ سمير علي صديقي، ولا بدي يغنيها الأستاذ ينال طاهي. بلي هذا عملت له توزيع موسيقي، وعملت له يلدز هيك شغله، وفي يعني عدة مشاريع ثانية، يعني حتى في مو بس بالكردي، يعني حتى في الكنيسة الإنجيلية العربية عملت لهم كم شغلة حلوين هون عندنا بشتغل. نعم في هيك أعمال، يعني في أعمال لسه على الطريق. وفي هلا مع الأستاذ مع مستر عبد الباسط حبيب القلب وعده نعمل له شغله نبلش فيها هلا سوا مع بعض. عنده كم حلو من الموضوع رح نشتغل عليهم شوي شوي ان شاء الله. في هيك مشروع يا سيدي خدي هزي بريتا الله يقويك. وام قال لك سباس جبوي كسن دي تبدي مبن ابو رسول بابي رسول وخانما هجا شيرين باراوي قال لك بخيراتي سرشافا خانما هجا بلي شيرين باراوي نزل. شيرين من الناس الغاليين علي كثير، شيرين من اصدقائنا من فرقه كاوا كمان من الشله تبعنا، فبوجه لها تحيه. شيرين هي وخاتون والكل والشباب وهيك. يا سيدي سرشافا شيرين جي وتجي وكوما كاوا اندامي ويجي بلند. وصلنا لنهاية البرنامج. ام قهان داوية برنامج قوتنا خويا داوي تشتخوازي تماشاوانا را بيجي شو تريد توجه يعني؟ اذكر ما دي بيجا تو كيف تو ازادي اري سلاف جي هميان از هيفي دكم ام ببن يك دست ويك دل ام كرد ملتك مزن وهيجانا بس ولو يا سيدة الصاحبة وشخوا أف خواستكما حميايا دردو إيشي كردانا أفجي خونا هري مظنة جبريكو أم ولاتي خوا ببين كردستانك ببين بخونايا بيقومان بيجي أو آرمان جي بيكناين بلي قال لك سباس بنافي خوا وبنافي
كارمندن بيف تي في وكنالا بيف تي في اسباسيا هاتنا تدكم موزيسيان ما وهنرمندي ما يهجا بن ملا وبيغمان سباسيان جرم جبوي هردو حوالي ما يرسل كنترول نيفيزكارن ما عبد الخانه تلداري وخانما هجا فدو حسين وقال لك سباس بوي تماشافانا حتى فيغا في ام شوباندن براستيجي وامرونيكرن قال لك سباس بو واجي تماشافان هجا وخوشوي حتى خلقك ديتر بشتي بازارو جديد بنافا خير وخوشيان دابن ايفار باش. انا بتشكركم جميعا وبتشكر القائمين. زاروكي ما ويورن سر بورا ما ببيجي هون هيفي دارم دا اغري جحمي دا بشوتن وجبو تشبه شروجا ما هو قرشكر ما دا دستي دشمني ما كالي كرت